النادي الاهلي بيتعادل مع غزل المحله سلبيا في مباراه نجح فيها مدرب لكنه هيتهاجم زي ريبيرو لانه وصل فرقته للجون، لكن النتيجه ما خدمتوش. وفي مدرب تاني زي علاء عبد العال هيتسقف له برغم انه فشل في صد 5 اهداف تقريبا واستغلال الثغرات للنادي الاهلي اللي وصل بيها بركنه الاتوبيس اللي راكنها. انت راكن الاتوبيس ووصلوا عليك ب5 اهداف على الاقل النادي الاهلي. دي مش ركنه اتوبيس، الركنه دي غلط يا اسطى، دي مش ركنه، دي كده انت الظابط اللي طلع لك الرخصه ده محتاج كلام من وزير الداخليه، دي ما فيهاش هزار. يعني كده دي مش ركنه. ومع ذلك معيار المدرب ايه بالنسبه لك كمشجع كلعيب كمحلل كاي حد؟ معيار المدرب بالنسبه لك هو انك انت الراجل ده هاجم وصل فرقته للجون ومع ذلك منع المنافس انه يرتد عليه سواء مرتدات او تنظيم لعب بالضبط من تحت انه يوصل على مرماه. ومع ذلك ده اللي بنتكلم عليه الفيصل. واحد زي ريبيرو اشتغل بريتم عالي طول المباراه، ضاغط من قدام طول المباراه، زانق فريق غزل المحله جوه الملعب بتاعه في نص ملعبه في ال 18 اوقات كتيره جدا من المباراه، نوع اللعب وعمل كل شيء. مجرد ان الهجمات اللي خلقها كانت بتضيع لاسباب لا تخص هو فقط انما تخص لعيبته بس. اللعيبه اللي كانت بتضيع هجمات اما احيانا لسوء توفيق زي العرضتين بتاعت تريزيجيه وبتاعت حمزه اشرف بن شرقي، او بسبب سوء التقدير او سوء انهاء الهجمه زي واحد زي زيزو الكره اللوب اللي عملها بعيد قوي عن الجون وكان سهله جدا، وخصوصا ان عامر طلع له. وكمان في كوره زي اتخاذات القرار الغلط زي واحد زي بن رمضان في الفاول اللي كان المفروض يتلعب له، زيزو قرر ان هو يلعبها بشكل ثاني خالص في الفاول، لعبها باص والكره تتقطع وهكذا. لكن لما تشوف واحد زي محمد علي بن رمضان في المساحه الفاضيه دي كلها سايبينه بالباص مع محمد علي بن رمضان جون، ما فيهاش غير جون بس، اما انه يحطها في جون على طول او اما ان هو يلعبها بالعرض. بمعنى اصح لو انت كلاعب عندك وعي، انت المدرب مديك تكتيك معين في الفاولات او في اي لعب، لكن انت قرارك شفت في ثغره تم فتحها من المنافس بالصدفه او بالحظ او ايا كان اللي حاصل او خطا منهم في تمركزات، فانت بتستغلها وتبدا تلعب عليه. وده اللي كان لازم يحصل في كوره محمد علي بن رمضان اللي لازم تبقى له، كانت تبقى فعليا جون. النادي الاهلي من قوه الضغط بتاعته كان بيضغط وبتشوفه في وقت الهجوم كان بيلعب 4 أو 2-4-4، 2 مدافعين و4 في الهجوم في وقت هجوم النادي الاهلي، واحيانا ثانيه كان بيلعب 2-2-6، يلعب 2 مدافعين وعليهم 2 في وسط الملعب، واحد زي اليو ديانج لوحده ومعاه واحد من الباك يمين او الباك شمال لوحده بيجي معاه، اما الباك يمين بيخش معاه يقفل في عمق الملعب كلاعب وسط، في نفس الوقت بيروح فاتح الباك شمال الثاني تمام ناحيه الخط مع اشرف بن شرقي، وفي نفس الوقت الجناح الاخر بيكون فاتح، يعملوا ستريتش بيكونوا 6 قدام، او العكس ان الباك الشمال هو اللي يكون موجود فالباك اليمين بيفتح هناك على الخط مع الجناح اللي معاه اللي هو تريزيجيه او بعد كده طاهر محمد طاهر لما نزل، فبيكونوا 6 في وقت الهجوم. فانت بتتكلم عن 6 مهاجمين فاتحين الخط للاخر اما بالظهرين او الجناحين او واحد ليه؟ عشان يعمل ستريتش يفتح ثغرات اللي فتحها روبيرو ودخل منها لعيبه النادي الاهلي في تنوع كبير جدا للهجمات. اختراقات من الاطراف يمين وشمال عملوا من هجمات كتير، اختراقات من العمق عدوا كورات كتير، شوط من بره ال 18، عرضيات، شفت كل حاجه. يعني انت كمشجع اهلاوي لو انت قاعد بتتفرج على الماتش وشفت الفريق اللي قدامك مقفل وما وصلتش بولا هجمه، كان ساعتها بتقعد تقول ما شطتش ليه من بره ال 18، ما استعملتش العرضيات ليه، ما استغلتش مش عارف كذا ليه. كل ده لما تدور هتلاقي كل ده اتعمل في المباراه، والمدرب وصل الفرقه للجون في اكتر من فرصه، لكن اللعيبه زي ما قلنا سوء توفيق في اوقات كتير او رعونه او بمعنى اصح في حاجات كان اتخاذ القرار مش مناسب. غير كده كمان الضغط العالي للنادي الاهلي خلى فريق علاء عبد العال تقريبا ما عرفش يعدي وسط الملعب، الضغط كان بقوه اجريسيف جدا طول المباراه تقريبا، ما فيش ان انا احط جون او ان هاجم وقت معين نص ساعه وبعد كده ارجع اريح ربع ساعه فابدا هاجم تاني وهكذا تقسيم المباراه على اوقات، لا ما فيش اي تقسيم، المباراه كلها كانت بريتم واحد ضغط عالي قدام، واللعب كله تقريبا الاستحواذ كان 70-30 حاجه شبه كده واكتر شويتين. في نفس الوقت كمان كله كان في وسط ملعب فريق غزل المحله اللي تقريبا ما راحش غير بهجمتين، شوطه كانت عاديه جدا في وسط الجون تصدى لها الشناوي، وفي نفس الوقت كوره عرضيه اتعملت اللي الراسيه اللي جت في ايد الشناوي برده دي كانت من كوره ثابته، يعني ما فيش هجمه منظمه عملها الداخلي فريق الغزل
الا اذا كان كله شلاليت وتطفيش فقط لا غير. ده كان بالنسبه للمباراه.